السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتم شايفين كده، ده السفنج الدرجة التانية. طبعا انا كنت قايل لكم قبل كده انا بشتغل بيه عشان ده بيبقى فيه كثافات مش موجودة في الجديد. اللي انتم شايفينه دوت سفنج هايبر، ما بينزلش قد كده في السفنج اللي هو الدرجة الأولى الجديد. ده في الدرجة التانية هو بيبقى فيه بعض غلطات، حاجات بسيطة زي كده مثلا، حاجات زي كده. والحاجات اللي زي ديت ما تعبوش طبعا، لان الحاجات ديت بتتقطع. طبعا ده هايبر زي ما انتم شايفين كده، حاجه محترمه. طبعا ده برضه نفس النظام هايبر. والهايبر هو السوفت، عشان الناس بتسأل كتير. الهايبر هو السوفت، بس ده بيبقى اسماء كيميائيه. ماشي، في ناس تانية بتقول لا مفيش حاجه اسمها هايبر. لا، الهايبر هو السوفت، بس الاصل بتاعه هو اسمه هايبر. طبعا ده زي ما انتم شايفين كده ما بيعلمش. طول ما هو بيعلم يبقى ده تعبان. طبعا انا هجيب لكم حاجه زي كده مثلا. ده مثلا جديد، ماشي. الجديد بصوا مفيش حتى الكثافه بتاعته بيعلم. ليه؟ لما يبقاش فيه كثافات عاليه في الدرجه الاولى، فدوت ما بيعمليش لحميه على الخشب اما بحطه. لان الحاجات ديت انا بستعملها في الارضيه اللي هي بتبقى تحت الشلتة، فلازم احطها بحيث اللي هي تعمل لي لحمية تحت الشلتة، بحيث اللي تبقى فيه سماكة تحت القماش عشان القماش ما يتقطعش. فحاجة زي ديت طبعا انا بشتغل بيها. طبعا الهايبر دوت ليه شغل تاني غير الارضيات انا بستعمل فيها سفنج زي مثلا ده فيه لحمية ومش هايبر. الهايبر ما ينفعش في الارضية لانه طري، فانا عايز لحميه زي ما انا قلت لكم. فاللحميه بيبقى فيه المضغوط زي السفنج ده. طبعا كل دوت درجه تانية. طبعا زي ما انا قلت لكم بيبقى فيه غلطات زي كده، حاجات قطع زي كده، صبات بتبقى في المصنع زي مثلا ايه، في حاجات بتبوظ منهم فبيقطعوها وبيبيعوها بالسعر قليل، لكن تيجي توزن تلاقيها وزنه عالي فبيبقى غالي اغلى من الجديد لانه بيبقى تقيل. المكسب للمنجد في ايه بقى؟ لو جاله حاجه زي كده خفيفه درجه تانية، طبعا ما بيوزنش خالص، فبيبقى بالنسبه له الدرجه التانية وفر، لانه بيجيبه بيبقى فيه غلطات، بيبقى هو شبه الجديد وبيبقى اخف في الوزن، فبيبقى كده ليه بالنسبه له مكسب. اما بالنسبه لو حد جاب زي ما انا جايب كده دوت وزنه تقيل غير ده، ماشي، بيبقى مثلا نفس التخانه ونفس كل حاجه، لكن بيبقى تقيل جدا لانه بتبقى كثافته عاليه فبيبقى سعره عالي. فكده بالنسبه لي ده ارخص لي اللي هو الجديد. بس انا بجيب دوت عشان خاطر بيعمل لي ميزه في الشغل بتاعي، بيعيش عند العميل اكتر، بيبقى عليه طلب في الشغل اكتر، الحاجات زي كده. سفنج زي دوت هايبر بيتحط مثلا فوق بعض مراتب، بيديني ملمس طري، ماشي، اللي هو الهايبر كده يعني. والحاجات اللي هي زي كده اللي هي الكثافات العاليه بحطها للارضيات والكلام دوت، او بلف بيها بنكتات، جناب بتاعت ركن، انتريهات كده يعني. فالحاجات اللي زي ديت بتنزل بكميات كبيره، لكن انا بروح انقي او بينزل لي بعض كميات زي كده، وفي بيبقى اكتر، بس انا عشان خاطر المكان والمخزن وكده فبجيب حاجات على قدي اشتغل بيها، لان بيبقى الكميه ما بيبقاش فيها كله بيبقى نضيف، لا بيبقى في حاجات تعبانه برضو. فانا بنقي الحاجه اللي هي بتناسبني وبتناسب شغلي فبجيبها وبشتغل بيها. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. وما تنسوش اللايك والشير وكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله.